بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب سينيور 2 بإذن الله تعالى النهاردة هنشرح ليسون 1 الجبرا بعنوان sequences اللي هي المتتابعات. قبل بس ما نبدأ في شغل السيكونس أو المتتابعات لازم نفهم كده إيه prelude، كده تمهيد بسيط نفهم منه الدنيا هتمشي إزاي. زمان احنا خدنا حاجة اسمها الباترن اللي هو النمط، اللي هو كان يقول لك write in the same pattern أو complete in the same pattern، أكمل بنفس النمط أو بنفس الطريقة. فكنت أنت بتعمل إيه؟ بتكمل. يجيب لك مثلا يقول لك 2 4 6 8 and so on، فأنت كنت بتكمل. فأنت بتبدأ تستكشف الباترن أو النمط بتاعك. هنا 2 becomes 4، ال 2 بقت 4 يبقى plus 2، وال 4 becomes 6 plus 2 and so on وهكذا. فأنت بتجيب الإيه اللي بعده بعد كده، هتقول 8 هعمل plus 2 يبقى هنا 10، وهعمل plus 2 يبقى هنا 12. فلو انا جيت كده عملت لك تيبل او جدول، قلت لك عايزك تكتب لي الاوردر اللي هو ترتيب الاليمنت يعني، او ترتيب العنصر هنا او الترم، وعايزك تكتب لي هنا يعني هنا الاوردر الترتيب بتاعي، يعني مثلا النمبر 2 دي، وانا الفاليو القيمه. يعني هنا نمبر 2 مثلا الاوردر ترتيبها رقم كام؟ دي تي 1 اللي هو الترم الاول، فيرست تي 1 اختصار لكلمه ترم. فانا هقول له الاوردر بتاعها 1 لان هي ترتيبها الاولى. هنا مثلا الفاليو عندي هنا 4، فهنا الاوردر بتاع الفور كام؟ هتقول لي دي 2 دي لحد التاني، فالاوردر بتاعها ترتيبها يبقى 2. طب وال 6 دي تي 3 الترم التالت، تي دي اختصار لكلمة ترم يعني حد. فهنا دي تي 3 الاوردر بتاعها 3، بس هي الفاليو قيمتها كام؟ 6. فكده يلا اللي بعده كمان نفس الكلام، لقيت هنا برضو نفس القصة، فاقول له دي عبارة عن تي 4 الترم الرابع، يعني هنا الاوردر بتاعها 4 والفاليو قيمتها والفاليو بتاعتها ايه. طب ايه اللي ظاهر هنا عندي في الباترن او النمط ده؟ اللي ظاهر عندي في الباترن هنا هي الفاليو، لكن الاوردر هنا مختفي. وده بقى بياخدنا للفهم بتاع الديفينيشن بتاع السيكونس، للفهم للديفينيشن اوف سيكونس. هنا بيقول لي the real infinite sequence. يبقى كلمة real infinite sequence يعني المتتابعة الحقيقية الغير منتهية. فهو لو اعتبرنا ان دي فانكشن، ال1 connected with 2، ال1 ارتبط ب2، ال2 ارتبط ب4، ال3 connected with 6، وال4 connected بال8. بس طبعا هنا الاكس كان دي مثلا فانكشن، دي الاكس ودي الواي، فالدومين هنا زي ما انت شايف اللي هو الاوردر اختفى، مش بيظهر في السيكونس، كانه مش موجود. بينما اللي بيظهر هنا الكودومين اللي هي الايه، عناصر المجال المقابل. فهو بيقول لي اذا فانكشن، يعني هي فانكشن الدومين بتاعها اذا زد بوزيتيف، زي ما انت شفت الدومين هنا هو بيمثل الاوردر الترتيب، فالترتيب زي ما انت شايف مفيش حاجه ترتيبها بالنيجاتيف ولا بالفراكشن. الترتيب بتاعي 1 2، الاوردر بتاعي 1 2 3 4 5 اند سو اون. فكده الدومين بتاعي اللي هو الاوردر، عناصر الاوردر اللي هي بتبقى زد بوزيتيف، تبقى زي بوزيتيف، يعني بتبقى ايه، صحيحه موجبه. والكودومين ار يعني ممكن هنا يظهر اي ريل نمبر، اي عدد حقيقي، ممكن يظهر فراكشن، ديسيمال، هول نمبر، انك انتجرز، اعداد صحيحه. هول نمبر ده يعني مصطلح يعتبر جونيور شويه صغير، احنا خليها انتجر عشان مناسب لسننا. فهنا عندي زي ما انت شايف اللي بيظهر كده، بيقول لي كده، بيقول لي the relation of sequence will be written as a set of ordered pair، بتتكتب في صوره زوج مرتب. يعني لو جيت كده كتبت لك، قلت لك اكتب لي الريليشن هي ار في السيكونس اللي احنا عاملينه ده. هنا بقى بدل الباترن بقى نستخدم بقى اللفظ الايه الحديث بتاعنا اللي هو ايه عنوان درس النهارده اللي هو السيكونس. فلو انا قلت لك اكتب اوردر بير، هتقول لي الفيرست ترم الحد الاول يبقى الاوردر ترتيبه 1، البروجيكشن مسقطه 2، وهنا السكند ترم الحد الثاني اللي هي 2، الواي بتاعتها 4، يعني الاليمنت اللي هو نمبر 2 رقم 2 الفاليو قيمته 4، وهكذا بقى اهو. يبقى الاليمنت 3 الاوردر 3، لكن الاليمنت العنصر الفاليو بتاعته 6. طب ايه اللي بيظهر عندي لو انا لما بكتب السيكونس؟ الفيرست بروجيكشن المسقط الاول اللي هو الاوردر الترتيب مش بيظهر خالص. وعايزين بقى ايه نبدا نفهم الايه السيكونس الايه بكتبها ازاي. هكتب تي ان، بص بين براكت كده، فدي كده العلامه دي علامه السيكونس. تي ان اللي هو يعني ايه، اللي هو الانث ترم يعني، وبين تو براكتس كده من قوسين كده، معناه ان انا بقول له دي السيكونس او الايه المتتابعه بتاعتي. هقول له ده عباره عن، يلا انا مش بيظهر عندي هنا الاوردر الترتيب، مش بيظهر على طول الكودومين اللي هي عناصر المجال المقابل اللي هي ال 2 4 6 8 زي ما احنا شفنا هنا. فالاوردر او الترتيب مش بيظهر عندي، اللي بيظهر عندي هي
عناصر الاليمنت بتاعت الكودومين، ونبدا بقى نطلق عليهم الاسامي زي ما احنا اطلقنا الفيرست تيرم او الحد الاول هقول له ده تي 1 وده تي 2. تي اختصار لكلمه تيرم، يعني فيرست تيرم سكند تيرم اند سو اون. والدومين زي ما انت شايف مش بيظهر، بيختفي. احنا بيظهر عندنا ايه؟ الايمج اللي هي الصور، اللي هي الواي بروجيكشن، اللي هو مسقط الواي، اللي هو 2 4 6 8 في هذه الحاله اللي احنا شغالين عليها. هنا بيقول لي في اكزامبل مدهوني، بيقول لي كده، بيقول لي اف اهي، بيقول لي كده where z positive to r. يعني ايه z positive to r؟ يعني الدومين بتاعك عناصر الاكس اللي هي عناصر الفيرست بروجيكشن z positive، والكودومين او عناصر المجال المقابل ريل نمبر اللي هي الواي، اللي هي اصلا هتظهر في السيكونس زي ما احنا شفنا. يبقى احنا هنا بيقول لي اف اهي وير اهي زي اهي، يعني كانه بيقول لك وير ذا دومين از زي بوزيتيف، الدومين المجال بتاعك زي بوزيتيف، والكودومين او المجال المقابل اللي هو هيظهر في السيكونس بتاعي هو ايه؟ الريل نمبر كلها. ومديك الرول اوف فانكشن، مديك قاعده الداله، بيقول لك اف اكس ايكوال 2 اكس بلس 3. فاحنا عايزين نجيب الفيرست تيرم الحد الاول. يعني انا دلوقتي عندي سيكونس اهي، وعايز اجيب الفيرست تيرم والسكند تيرم والثيرد تيرم وسو اون. فانا هنا هعمل سبستيتيوتنج. انا عارف ان الاوردر بتاعي ماشي 1 2 3 4 اند سو اون، فانا هجيب اف 1 اللي هي الفانكشن بتاعت ال1، فهشيل اكس احط بدالها 1، يبقى 2 اعمل سبستيتيوتنج ويز 1 تعويض ب 1، يبقى 2 تايمز 1 بلس 3 هي ايكوال 5. يبقى انا الفيرست تيرم هقول له 5. طب هات اف 2 عشان تجيب السكند تيرم الحد الثاني، هتعمل سبستيتيوتنج ويز 2 هتعوض ب 2، يبقى 2 تايمز 2 بلس 3. 2 تايمز 2 ايكوال 4 بلس 3 ايكوال 7، يبقى هنا 7. اف 3 يبقى هعمل سبستيتيوتنج وال 3 هقعد ب 3 هنا اهو عند بدل الاكس، يبقى 2 تايمز 3 بلس 3. 2 تايمز 3 ايكوال 6 بلس 3 ايكوال 9، يبقى 5 7 9 زي ما انت لاحظت الباترن. يلا بقى اللي جاي 11 اند سو اون وهكذا. يبقى دي كده الايه؟ السيكونس بتاعتي. يبقى كده دي السيكونس بتاعتي، وابدا بقى ايه؟ اظبط دي واهندلها كده ايه بقى بشغلنا بقى الجديد في الباترن. فانا ممكن اقول له كده تي ان بس بدون براكت ايكوال الرول دي بدل ما اقول له 2 اكس بلس 3 هقول له 2 ان بلس 3، وده بنسميه اسمه الجنرال تيرم، الحد العام. يبقى الجنرال تيرم هو الترم اللي انا بستخدمه او الرول اللي انا بستخدمها، يعني كانه الرول اوف فانكشن عشان اجيب التيرمز بتاعتي اللي هي الحدود بتاعتي. يبقى انا لو عملت هنا عايز اجيب تي 1 يبقى اشيل ان، اعمل سبستيتيوتنج ويز 1، يبقى اشيل ان احط بدلها 1، يبقى 2 تايمز 1 بلس 3 ده ايكوال 5 وهكذا. يبقى التي ان ده اسمه الجنرال تيرم لحد هنا، بينما اللي في البراكت دي او في القوس دي السيكونس نفسها. يبقى تميز بين الاثنين. تي ان لو جات لي في براكت كده فدي السيكونس الايه؟ المتتابعه نفسها، بينما تي ان لو جالي كده ده بيبقى الجنرال تيرم او الحد العام، بيبقى الرول بتاعتي اللي انا بجيب منها الاليمنت او العناصر بتاعت الايه؟ الكودومين المجال المقابل اللي هي بتظهر في السيكونس هنا. فهنا الراجل برضو بيقول لي في الريمارك دي بينبهني، بيقول لي take care of the difference between tn and tn اهي. بيقول لي فرق بين التي ان كده والتي ان كده. التي ان كده دي كده السيكونس، يبقى التي ان كده دي السيكونس نفسها، بينما التي ان هنا بيقول لي هنا ده اسمه انث ترم اللي هو بيسموه بيترجموه بالعربي كده ترجمه حرفيه بدون تفكير، انث ترم اللي هو الحد بيسموه الحد النوني، حتى مترجمين زي ما هي بالان ما بيغيروهاش. احنا بنسميها الجنرال ترم اللي هو الحد العام. هي بيبقى الرول اللي انا باخدها عشان اجيب منها الايه؟ عشان اجيب منها الايه؟ الاليمنت اوف كودومين اللي هي عناصر المجال المقابل اللي هي بتظهر في السيكونس عندي، زي هنا 5 7 9 11 اند سو اون. بيقول لي ذا تيرم اوف سيكونس حد المتتابعه، بيقول لي ار ايمج اوف ذا اليمنت اوف اتس دومين. دي الصور بتاعت المجال زي ما شفنا كده لما رسمنا الاكزامبل اللي خدناه اكزامبل 1 احنا بناخد الواي بس، بناخد الايه؟ الواي بروجيكشن المسقط الثاني هي اللي بتظهر عندي ايه؟ في السيكونس. بيقول لي take care of difference between sequence and the set، الفرق بين السيكونس الايه؟ المتتابعه والمجموعه. الست انت عارف ان عندك ان هي ايه؟ اللي هي sum of element مجموعه من العناصر are well defined يعني محدده تحديدا تاما without repeating بدون تكرار، يعني لازم بدون تكرار، وبسميها بكابيتال لتر مثلا ايه؟ مثلا هنا عندي 1 2 فهي كده دي ست او مجموعه فيها 1 2 بس. without repeating ما بكررش عناصر. فالراجل بيقول لي السيكونس is subject to the order of element يبقى السيكونس تهتم بترتيب العناصر والست is not. يبقى في السيكونس زي ما انت شايف الدنيا ماشيه بترتيب ونظام معين 5 7 9
11 and so on. بينما الست ممكن انا اعملها اقول له set 1 and 2، ممكن واحد يعملها 2 and 1، مش فارقه. فده ما ينفعش في السيكونس، ما ينفعش ابدل او اغير اماكن ترتيب العناصر. بقول لي the element of set doesn't recur. يعني ايه doesn't recur؟ يعني ما تتكررش. بيقول لي while the element of the sequence may recur. recur ده يعني تتكرر، يعني قبل التكرار. ممكن يجي لي سيكونس الاقي فيها تكرارات، وهنشوف دلوقتي في الامثله اللي جايه. هنا بيقول لي بقى finite and infinite sequence، اللي هي كلمه finite يعني منتهي، او يعني بيخلص، يعني عدد محدود. finite يعني محدود او منتهي. انما infinite يعني غير منتهي، ما بيخلصش. يبقى الفاينايت سيكونس اللي هي المتتابعات المنتهيه، اللي هي ليها نهايه وليها اعرف نهايتها كده. انما الانفينيت سيكونس او المتتابعه الغير منتهيه دي مش بتخلص. فبيقول لي كده، بيقول لي the sequence is finite if the number of its term is finite. يعني لو السيكونس تبقى finite تبقى محدوده لو عدد عناصرها محدود. finite number has a finite number of element، يعني في عدد محدود من العناصر. بيقول لي while the sequence is infinite يعني غير منتهيه if the number of its term is infinite، لو عدد عناصرها ما بيخلصش، فهو ما جابش جديد، يعني يعرف الماء بالماء، ما جابش جديد. فهنا بيقول لي show which of the following sequence is finite، يعني بيقول لي مين فيهم finite منتهي او مين فيهم infinite. فانا ابص للسيكونس نمبر 1 كده، ده example 1. عندي 2 5 8 11 up to 32، يعني الاخر بتاعي 32. فكده ده حتى لو اخرك 32 فده برضو يعتبر limited، محدود. فكده بالتالي دي تبقى اول واحد نمبر 1، دي تبقى ايه؟ تبقى finite sequence. يبقى دي كده منتهيه، وانتهت عند ال 32. فكده فيها limited number of terms، عدد محدود من الايه؟ عدد محدود من الايه؟ من الاليمنت، من العناصر. فكده هي دي تبقى finite sequence. هنا برضو عامل لي 1 half 1 2 4، هنا عند so on، فسايب دي كده. دي كده معناها ان هم infinite غير منتهيه، لان هو هنا ما حددليش النهايه فين، فسابها لي كده، عمل لي عند so on، يعني كمل استمر. فكده دي infinite sequence. هنا بيقول لي tn where tn equal 2n minus 3، فجاب لي هنا الايه؟ الجنرال تيرم الحد العام. بيقول لي n belong to z بوزيتيف، يعني بيقول لي حط ال n هنا باي z بوزيتيف. يعني لو عايز تجيب t1 هتحط 2، تشيل ال n، تعمل substituting with 1 minus 3 تطلع نيجاتيف 1. طب لو عايز اجيب t2 هقول له 2 times 2 minus 3 تطلع 2 times 2 4 minus 3 equal 1، وهكذا بقى and so on. يبقى نيجاتيف 1 1، دي السيكونس بتاعتي. كل مره بلس 2 بقى بنفس الكيفيه، يبقى هنا 3 وبلس 2 يبقى هنا 5 and so on. فطبعا زي ما انت شايف بيقول لك n belong to z بوزيتيف، فانت ممكن تروح من غير ما تعمل كل الكلام ده تقول له since ان ال n belong to z بوزيتيف، طالما ده بوزيتيف انتجر، z بوزيتيف دي مش بتنتهي، يبقى then اقول له the sequence is infinite، يبقى غير منتهي، مش بتخلص. يبقى السيكونس بتاعتي infinite. ممكن انت ما تعملش الكلام دوت، انت بس ده كده ايه بنوضح بس. لكن هنا طالما ال n belong to z positive، يعني الاوردرات بتاعتي to infinity، الما نهايه، يعني احط عامل substituting with 1 2 3 and so on. يبقى كده اقول له since ان ال n belong to z positive يبقى السيكونس بتاعتي infinite. هنا بيقول لي tn where tn equal negative 1 over n over 2 دي الرول، ده الجنرال تيرم، الحد العام اللي انا بجيب منه الاليمنتس العناصر بتاعتي. بيقول لي n belongs to 1 2 3 4 5. حتى ال n هنا بيقول لك هنا عندي 5 تيرم بس 5 حدود، فهنا اقول له since ان ال n belongs to 1 2 3 4 5 دول كده limited element، عناصر محدوده في الدومين. فلو عملت substituting هنا تعويض هيطلع برضو 5 ايه؟ 5 element، 5 عناصر في السيكونس بتاعتي. يبقى كده ساعتها اقدر اقول له كده، يبقى ال tn السيكونس بتاعتي is infinite سوري finite. يبقى ال tn هتبقى finite محدوده العناصر. هنا بقى الجنرال تيرم اوف سيكونس، وده الجزء اللي ايه؟ اللي بيجيب عليك شغل كتير في الفاينل اكزام، خصوصا في التشوز او وفي كل بقى الاكزامات بقى، التقييمات وامتحانات الشهر وكل الشكل ده. بيقول لي جنرال تيرم اوف سيكونس، الحد العام للمتتابعه. بيقول لي جنرال تيرم اوف سيكونس sometimes is called nth term، اللي هو الحد بيترجموه بالحد النوني، اللي هو الحد رقم n ما نعرفش كام، نمبر 4 نمبر 5 نمبر 7. بيقول لي written as tn، بيتكتب tn. بيقول لي where tn is the image of element whose order is n. يبقى ده الصوره اللي بتظهر لي، صوره العنصر زي ما شفنا كده، مثلا 3 6 9
12 and so on. لو عندي السيكونس دي، فالاليمنت اللي هو نمبر 1، الاليمنت نمبر 1 زي ما انت شايف الايمج الصوره بتاعته 3، يعني اهو تي 1 اللي هو الحد الاولاني ب 3. طب تي 2 اللي هو الاليمنت نمبر 2 ده ب 6 وهكذا. فالتي ان ده اللي هو الايه، هنا الان دي الاوردر الترتيب بتاعي اللي هو ده اللي هو ال 1 2 3 اند سو اون. الايمج دي او الصوره دي هي اللي بتظهر لي في السيكونس زي ما احنا عارفين. هو بالبلدي كده ممكن الرول اللي انت بتستخدمه عشان تجيب بيه السيكونس بتاعتك. فهنا هو هيجيب لي السيكونس في السؤال الكويستشن نمبر 2 ده، هيجيب لي السيكونس وانا هستنتج التي ان. وهنا في شويه قواعد كده او رولز لازم انت تبقى عارفها، يعني محدش كتير بيقولها، هم بيبصمجوها. هنقولها لك احنا علشان ايه تعرف الجزء الجنرال تيرم يبقى سهل عليك. هو مش بيتوسع في الجزء ده، بيجيب الاجزاء اللي انت اتعاملت معاها. بيقول لي write down the general term of each of the following sequence. فهو جايب لي السيكونس وعايز نكتب الجنرال تيرم. نبدا كده نفهم ايه واحده واحده الباترنز او الانماط اللي بتيجي بيها السيكونس. اول باترن هنا عندي 2 4 6 8 دوت دوت. الباترن النوع اللي انا بعمل فيه increasing زياده بكونستانت فاليو بقيمه ثابته، يعني هنا 2 4 يبقى بلس 2، و4 6 بلس 2 و6 8 بلس 2 وهكذا. فهنا عندي زياده ثابته كونستانت increasing، زياده ثابته. فانا هعمل ايه في هذه الحاله؟ هذه الحاله شكل الجنرال تيرم التي ان بتاعك بيبقى على هذه الصوره اهي. ايه يعني بيبقى زي كده الايه اللينير فانكشن، بيبقى زي الداله الخطيه. طب واحنا نجيبه ازاي؟ يعني احنا نقعد بقى نستنتج. الكتاب حله للاسف بطريقه سيئه جدا. فالطريقه دي سيئه جدا للتعامل مع الايه، مع الجنرال تيرم اللي موجود في الهوم ورك. كميات منه مهوله، وموجوده في الاكسرسايز، وموجوده في اي فاينل اكزام، موجوده يعني موجوده بشكل معقول في الفاينل، وموجوده برضو بشكل ضخم جدا في الاكسرسايز. في الاكشوز هتلاقي منها كتير جدا. فهنا بيقول لي رايت داون ذا جنرال تيرم. فاحنا قلنا عرفنا الباترن ده ماشي ازاي، بلس 2 بلس 2 بلس 2. فانا اعلمك طريقه سهله وبسيطه تجيب لك الجنرال تيرم بسهوله. فانت تكتب تي ان ايكوال، انت عارف ان هي تبقى شكلها في صوره لينير فانكشن ضله خطيه. فانت بتكتب هنا ان في الهواء كده عارف ان هي الان الدرجه بتاعتها فيرست ديجري لينير خطيه. وبعد لما بتكتب ان انت بتعمل ايه؟ تبدا تشوف احنا بنزود هنا كام، بلس 2 بلس 2 بلس 2، تروح حاطط 2 ان هنا، يبقى الكوفيشنت بتاع الان هنا 2. وبعد كده بعمل ايه؟ باخد الفيرست تيرم هنا بعمله ماينس الكوفيشنت بتاع ان، 2 ماينس 2 يبقى هنا 0، يبقى بلس 0. ما بكتبوش انا بقى بلس 0. يبقى كده الجنرال تيرم او الحد العام عندي 2 ان بس، خلاص. يبقى ده كده الجنرال تيرم بتاعي. طب لو جاب لي مساله بنفس الطريقه كده بس عاملها لي كده، قال لي كده 1 او بلاش 1، خليها 4 8 4 8 مثلا 12 اند سو اون. فانا عايز اجيب الجنرال تيرم. نفس الكلام هنا بلس 4 بلس 4 بلس 4 اند سو اون. فانا بعمل ايه؟ هقول له تي ان ايكوال، هتحط هنا ان عشان انت عارف ان هنا الشكل الرول بتاعتها هتبقى لينير خطيه، يعني فيرست ديجري من الدرجه الاولى. هنا بعمل بلس 4 بلس 4 بلس 4 يبقى احط هنا 4 ان. طب عايز اعرف اللي هنا الايه الابسوليوت تيرم، الابسوليوت تيرم الحد المطلق هنا يبقى كام؟ فاعمل 4 ماينس 4 تبقى تطلع 0، فمش بكتب الزيرو، هتبقى 4 ان بس. عايزين بقى واحده اللي بنكتب فيها الايه بيبقى فيها ابسوليوت تيرم. هنعمل لك واحده دلوقتي. يعني هنا لو قال لي تي ان ايكوال، قال لي مثلا قال لي 3 7 وبعد كده 11 اند سو اون. فاحنا عارفين هنا بنعمل بلس 4 بلس 4 اند سو اون. فانا بعمل ايه؟ اقول له تي ان ايكوال وهكتب هنا ان لينير. طب الكوفيشنت هنا هيبقى الزياده بتاعتي هنا 4، يبقى هنا 4 ان. طب عايز اعرف الابسولوت تيرم الحد المطلق هنا، اعمل 3 ماينس 4 تبقى هنا نيجاتيف 1. يبقى دي الرول بتاعتك، تي ان ايكوال 4 ان ماينس 1. عايز تتاكد انك حلل بشكل سليم، اعمل سبستيتيوتنج عوض. انت عايز تجيب الفيرست تيرم الحد الاول، هتحط ان ب 1 يبقى 4 تايمز 1 ايكوال 4 ماينس 1 ايكوال 3، طلع فعلا. طب عايز اجيب السكند تيرم، اعمل هنا تايمز 2 يبقى 4 تايمز 2 ايكوال 8 ماينس 1 ايكوال 7. عايز اجيب الثيرد تيرم يبقى 4 تايمز 3، حد التالت احط ان ب 3 يبقى 4 تايمز 3 ايكوال 12 ماينس 1 تطلع 11، يبقى انا كده مظبوط. طب عايز اجيب انا بقى اجيب بقى الفورث تيرم والفيفث تيرم وهكذا، اعمل سبستيتيوتنج عوض. يبقى 4 تايمز 4 ايكوال 16 ماينس 1، يبقى هنا الفورث تيرم هنا هيبقى 15 وهكذا. فكده الجنرال تيرم او الحد العام عندي هيبقى 4 ان ماينس 1. فدي طريقه سهله وبسيطه
طب لو بالديكريز، لو بتنقص بنفس القيمه بقيمه ثابته برضه نفس القصه، مش هنغير شيء جديد. يعني لو جاب لي هنا سيكونس قال لي تي ان اي السيكونس اهي، قال لي ايكوال، قال لي مثلا 17 15 13 دوت اند سو اون، وعايز اجيب الجنرال تيرم الحد العام، فاقول له تي ان ايكوال نفس القصه، هتحط هنا ان وتبدا تبص 17 becomes 15 بقت 15 يبقى هنا ماينسنا 2، ونفس الكلام 15 13 يبقى ماينس 2. يبقى احنا عرفنا كده ان ال 8 decreased باي 2 بتنقص ب 2، فهحطها هنا coefficient لل n يبقى نيجاتيف 2، وبعد كده اعمل الفيرست ترم ماينس الكوفيشنت هنا 17 ماينس نيجاتيف 2 تبقى بلس 2 تبقى بوزيتيف 19. يبقى انا كده جبت الجنرال ترم بمنتهى السهوله، وبعدت عن الطرق العقيمه اللي موجوده في الكتاب واللي بتتقال في السناتر وفي الاماكن الاخرى. يبقى تي ان ايكوال نيجاتيف 2 ان بلس 19. اعمل سبستيتيوتنج كده، عايز تجيب مثلا الثيرد ترم تتاكد انك حلل مظبوط، هتحط ان ب 3، نيجاتيف 2 تايمز 3 يبقى نيجاتيف 6 بلس 19 يبقى ايكوال 13. نيجاتيف 2 تايمز 2 عايز اجيب السكند ترم هنا هو 15، انا عارف اتاكد نيجاتيف 2 تايمز 2 نيجاتيف 4 بلس 19 يبقى 15، يبقى انا حلل، يبقى انا كلامي مظبوط مفيش مشكله خالص. يبقى كده الجنرال ترم عندي نيجاتيف 2 ان بلس 19. يبقى احنا عرفنا كده نمانج او نتعامل مع الايه، مع السيكونس اللي بتزيد بكميه ثابته او بتنقص بكميه ثابته، اللي هي الانكريزنج سيكونس او الديكريزنج سيكونس، اللي هي المتتابعه المتزايده والمتناقصه بقيمه ثابته. طيب بعد كده نتعامل مع السيكونس اللي فيها تايمز، يعني جاب لي كده تي ان سيكونس، قال لي دي كده مثلا زي اللي موجوده في كويستشن 1 هنا، قال لي 2 4 6 8 هنا دي بتزيد بكميه ثابته مش بتتعمل تايمز، فاحنا دي حليناها واحنا شغالين. انا عايز اتعامل مع سيكونس بالمالتبلاي بقى بالتايمز، يعني هي انكريز بس مالتبليكيشن مش اديشن، ضرب مش جمع. قال لي مثلا 2 بعد كده 6 بعد كده 18 زي ما احنا ايه ملاحظين ان هنا بنعمل تايمز 3 وهنا تايمز 3 اند سو اون مش بلس. فالسيكونس بهذا المنظر بتبقى اكسبوننشال، بتبقى اسيه. يعني ايه اكسبوننشال؟ هنا بعمل تايمز 3 يبقى بقول له كده دي عباره عن 3 اللي هي اللي بعملها تايمز دي باور ان. يبقى انا كده ابدا اكتب الجنرال تيرم، لو عندي سيكونس هنا بتزيد بالتايمز، هنا مثلا عندي تي ان ايكوال نعملها بقى رول قاعده، هنا مثلا ايه وهنا مثلا 2a بعمل تايمز 2 زي ما انت شايف، وبعد كده هنا مثلا 4a بعمل تايمز 2 يبقى هنا مثلا 8a، فانا بعمل ايه؟ دي بتبقى اكسبوننشال صورتها بتبقى اسيه، انا هنا بعمل تايمز 2 يبقى 2 باور n تايمز بجيب بقى الابسولوت تيرم او الحد المطلق هنا ازاي؟ بعمل الفيرست تيرم مش بقى ماينس ديفايد الايه البيز الاساسي اللي هنا، يبقى ايه ديفايد باي 2 يبقى هنا احط ايه ديفايدد باي 2، دي الرول او القاعده اللي احنا بنمشي عليها. فهنا ده هنعمل نفس الكلام بقى حسب الرول او القاعده دي، هنا بعمل تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 بقول له 3 باور ان. طب عايز اجيب الايه الحد النمبر اللي هنا اللي هو ملوش باور ده اللي هو الابسولوت تيرم حد مطلق، هعمل 2 ديفايد 3 تبقى 2 اوفر 3، يبقى بعمل الفيرست تيرم ديفايد البيز الاساسي اللي هنا يبقى تايمز 2 اوفر 3. طب انا عايز اظبط من شكل دي كده وهندلها، هنا عندي 3 باور ان وتحت عندي 3، ما اقدرش اقول ان ال 3 اللي تحت دي ارفعها فوق تبقى 3 باور نيجاتيف 1 واضمها مع دي واحسبهم مع بعض، يبقى انا هشيل دي من هنا كده وهقول له دي تايمز 3 باور نيجاتيف 1 عشان اعمل دول كده ترم واحد. احنا عارفين من احنا في جونيور حتى ان احنا لو عندي البيز ايكوال القاعده متساويه بعمل بلس للباور، يبقى هنا هنزل البيز 3 واعمل ان ماينس 1 ان بلس نيجاتيف 1 يعني ان ماينس 1 كل ده تايمز ايه يا رجاله؟ تايمز 2. يبقى ده كده الجنرال تيرم او الحد العام بتاعي. يبقى تي ان اهي ايكوال 3 باور ان ماينس 1 تايمز 2. جرب كده، يعني انا عايز اجيب مثلا الثيرد تيرم الحد الثالث اللي هو 18، انا عارف ان هو 18 اجرب احط ان ب 3 يبقى 3 باور 3 ماينس 1 يعني 3 باور 2 ب 9 تايمز 2 ايكوال 18 يبقى انا مظبوط. عايز اجيب السكند تيرم الحد الثاني هحط ان هنا ب 2 هتشيل ان تحط بدالها 2. جرب كده هتبقى 3 باور 2 ماينس 1 يعني 3 باور 1 ب 3 تايمز 2 ايكوال 6 جابت لي الترم يبقى انا في السليم. عايز تجيب الفيرست ترم الحد الاول هتبقى 3 باور 1 ماينس 1 يعني 3 باور 0 يعني 1 تايمز 2 ايكوال 2 جبت الفيرست ترم يبقى انا في السليم، يبقى دي كده الجنرال ترم. يبقى احنا كده عرفنا نتعامل مع الايه مع السيكونس اللي ايه بتزيد بس بتايمز مش بلس، بتعامل بهذه الرول.
يعني لو جاب لي سيكونس هنا قال لي تي ان ايكوال، نغير شويه نخليها مثلا ايه 3 9 3 تايمز 3 ب 9 9 تايمز ايكوال 27 اند سو اون. فانا هتعامل مع دي بنفس الكيفيه، هقول له تي ان ايكوال دي تي ان السيكونس بتبقى في براكت كده خلي بالك، يبقى اقول له كده السيكونس بتاعتي اهي، ما تنساش لو انا شلت البراكت هيبقى جنرال تيرم، يبقى التي ان اللي هو الجنرال تيرم ايكوال انا عارف ان دي بتزيد تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 اند سو اون. فانا هنزل هشوف كده الزياده بتاعتي بعمل تايمز 3 بقى تايمز 3 كل مره، يبقى هنا عامل 3 باور ان. وبعد كده عايز اعمل الابسوليوت تيرم او الحد المطلق ابسوليوت تيرم، هعمل ده ديفايد ده 3 ديفايد 3 ب 1 فمش هكتبه، فكده خلاص يبقى انا كده خلصت الجنرال تيرم بتاعي 3 باور ان. يبقى كده ده الجنرال تيرم بتاعي 3 باور ان. طب لو جابها كده قال لي تي ان ايكوال 5 10 بعمل تايمز 2 هنا، تايمز 2 يبقى 20 تايمز 2 40 اند سو اون. فهعمل ايه في هذه الحاله؟ يلا نفس القصه هقول له كده، طبعا ما انساش هنا دي سيكونس مش جنرال تيرم، احط براكت، يبقى اقول له التي ان بتاعي ايكوالز يلا بينا، يبقى اقول له كده بعمل تايمز 2 يبقى 2 باور ان. طب والابسولوت تيرم الحد المطلق اعمل 5 ديفايد البيز يبقى 5 اوفر 2 تايمز 5 اوفر 2. عايز اظبط دي زي ما ظبطت اللي هي اللي فيها 3، هعمل ايه؟ هقول له 2 باور ان 2 تحت يعني 2 باور 1، فلما اعمل ديفايد 2 باور ان ديفايد 2 باور 1 يبقى 2 باور ان ماينس 1، بعمل ماينس للباور وما انساش تايمز 5. كده ده الجنرال تيرم بتاعي. ده بالنسبه للسيكونس اللي بتزيد تايمز. طب بالنسبه للسيكونس اللي ديفايد يعني الاقيها بتنقص بس ديفايد مش ماينس، يعني الاقيها كده تي ان ايكوال مثلا قال لي 1 بعد كده 1 اوفر 3 بعد كده 1 اوفر 9 اند سو اون. فزي ما انت شايف كده هي بتكريز دي بتنقص بس بتنقص ديفايد اسمها مش ماينس. فانا بعمل ايه في هذه الحاله؟ ابدا ابص ال 1 بقى 1 اوفر 3 يبقى كانك عملت ديفايد باي 3، وال 1 اوفر 3 بقى 1 اوفر 9 عملت ديفايد باي 3. عملت ديفايد باي 3 كاني عملت تايمز الريسيبروكال بتاعها مضروب في اضرب في مقلوبه او المالتيبليكاتيف انفرس بتاعها، كاني عملت تايمز 1 اوفر 3 ضربت في 1 على 3، فانا بحولها تايمز على طول. يبقى انا عملت تايمز 1 اوفر 3 هنا 1 تايمز 1 اوفر 3 ب 1 اوفر 3. طب 1 اوفر 3 تايمز 1 اوفر 3 تبقى 1 اوفر 9. كده انا اشتغلها بقى ايه بالرول بتاعه التايمز. هنزل تي ان اللي هو الجنرال تيرم، سوري هنا لازم احط براكت ما تنساش عشان ده اللي بيفرق بين السيكونس نفسها وبين الجنرال تيرم الحد العام. يبقى انا احط هنا براكت عشان افرق بين السيكونس والجنرال تيرم. يبقى التي ان هنا اقول له ايكوال انا بعمل تايمز 1 اوفر 3 يبقى هنا 1 اوفر 3 باور ان. طب عايز اجيب الابسولوت تيرم هنا اللي بيبقى موجود هنا، هعمل ال 1 ديفايد ال 1 اوفر 3 ده على ده، يبقى 1 ديفايد 1 اوفر 3 اعملها كده 1 ديفايدد 1 اوفر 3 يعني 1 اقلب الديفايد تايمز وال 1 اوفر 3 تبقى 3 اوفر 1 يعني 3 يعني بالاخر 3 يبقى دي تايمز 3. طب انا عايز اهندل ال 3 اللي هنا دي مع اللي هنا، دي 3 باور 1 وهنا 3 باور ان بس في الدينومينيتور، فانا هعمل دي اللي فوق ماينس اللي تحت هتبقى 3 باور 1 ماينس ان. يبقى ده كده الجنرال تيرم بتاعي. عايز تتأكد جرب حط هنا ال n ب 1 يبقى 3 باور 1 ماينس 1 تطلع هنا ب 1. طب احط ال n ب 2 يبقى 3 باور 1 ماينس 2 1 ماينس 2 دي بنيجاتيف 1 3 باور نيجاتيف 1 ب 1 ثيرد. جرب هنا ب 3 عشان تجيب الثيرد ترم يبقى 3 باور 1 ماينس 3 يبقى 3 باور نيجاتيف 2 اللي هي ب 1 اوفر 9 وهكذا. يبقى انا حل الحل سليم. يبقى السيكونس بتاعتي الرول بالجنرال تيرم بتاعها 3 باور 1 ماينس ان، ممكن تعملها 3 باور نيجاتيف ان بلس 1 سيان الاثنين دي ودي زي بعض. نبدأ نبص للي بعدها. بيقول لي هنا 1 over 2 1 over 4 1 over 8 1 over 16. نبدأ نحل بقى السيكونس اللي موجودة عندي هنا اهوت. احنا كده اتعرفنا على ايه؟ على الطرق اللي انا بتعامل معاها مع السيكونس. ده اغلب الشغل اللي بيجي لي، مش بيجي لي غير حالات نادرة او شاذة هنقولها دلوقتي ونقول نتعامل معاها ازاي. فهنا اقول له التي ان الجنرال تيرم بتاعي ازاي؟ ابدا ابص للنيوميريتور هنا فوق 1 1 1 1 واحد ثابت فوق. انا بعمل ايه؟ ممكن ليه في طريقتين للحل. اول طريقه ان انا اعمل ايه؟ هنا في النيوميريتور عندي 1 1 1 1 اروح منزل ال1. طب تحت هنا 2 4 8 16 هنا بيعمل تايمز
2 تايمز 2. عرفنا ازاي بنتعامل مع التايمز. التايمز 2 دي يعني هنا 2 باور ان. طب عايز اجيب الابسولوت تيرم الحد المطلق اللي هنا، اعمل ال1 هاف ده، يعني اعمل ال1 هاف او الفيرست تيرم ده. يبقى انا هنا اجيب بقى اجيب الرول جنرال تيرم، اجيبه للنيوميريتور لوحده اهو، اشتغل عليه 1 1 1 ثابت اهو، والدينومينيتور اجيبه اشتغل لوحده 2 4 8 16، بعمل تايمز 2 يبقى هنا 2 باور ان. يبقى دي الرول بتاعتي 2 ان تي ان ايكوال 1 اوفر 2 ان. يبقى التي ان بتاعي ايكوال 1 اوفر 2 ان. دي كده الرول بتاعتي. طب الطريقه الثانيه ان انا اعمل ايه؟ هنا عندي 1 هاف 1 اوفر 4 1 اوفر 8 اند سو اون. انت بتبدا تبص هنا، بدل ما تشتغل نيوميريتور لوحده ودينومينيتور لوحده، لا اشتغل الفراكشن كله. 1 هاف بقى 1 اوفر 4، فكاني عملت تايمز 1 هاف، تايمز 1 هاف بقى 1 اوفر 8، وهكذا. تايمز 1 هاف بقى هيبقى 1 اوفر 16. فكده عرفت ان انا بعمل تايمز 1 هاف، يبقى اقول له تي ان ايكوال، اقول له 1 هاف باور ان. وبعد كده عايز اجيب الابسولوت تيرم الحد المطلق اللي هنا، اعمل 1 هاف ديفايد 1 هاف، يبقى ب 1 ما بيتكتبش، يبقى دي الرول او القاعده بتاعتي. هل في فرق بين دي ودي؟ لا، هما الاثنين واحد، لان ال1 باور اي حاجه باور ان هيديك 1 زي ما هو. فكده الشكل ده هو الشكل ده، والاثنين كلاهما صحيح. بعد كده عندي نيجاتيف 1 اوفر 3، 1 بوزيتيف 1 اوفر 4، نيجاتيف 1 اوفر 5. دي بنسميها اللي فيها نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، دي بنسميها اسمها alternating sequence، بيسموها بالعربي متتابعه متذبذبه، لان هي بتزيد بتنقص بتزيد بتنقص رايحه جايه، مش ثابته. فدي اسمها alternating sequence، اللي هي متتابعه متذبذبه، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. فدي اسمها alternating sequence. بنتعامل معاها ازاي بقى الالترنيتنج؟ اول حاجه تتجاهل الاشاره النيجاتيف دي تماما، مالكش دعوه بيها، تتعامل معاها كانها 1 اوفر 3 1 اوفر 4 1 اوفر 5، سيبك من النيجاتيف خالص. فانت هنا تقول له تي ان ايكوال، هتتعامل مع النيوميريتور لوحده، سيبك من النيجاتيف دي، 1 1 1، اعتبر النيجاتيف دي مش موجوده، 1 1 1 1 تحط هنا 1. طب هنا 3 4 5 6 دي بلس 1 بتزيد ب 1. فانت بتعمل ايه يا بيه؟ بتزيد 1، يبقى اقول له كده ان، واحط الكوفيشنت المعامل بتاعها هنا 1. طبعا 1 مش هيتكتب، ملوش لازمه، فاشيله. طب انا عايز اجيب الابسولوت تيرم او الحد المطلق، هعمل بقى ايه؟ 3 ماينس الكوفيشنت اللي هنا اللي هو 1 تبقى هنا بلس 2. يبقى انا بعمل ال 3 هنا ماينس الكوفيشنت بتاع ان اللي هو 1، يبقى 3 ماينس 1 بلس 2. يبقى دي كده السيكونس بتاعتي 1 اوفر ان بلس 2. طب انت لسه ما عالجتش مشكله الاشاره اللي هي بتاعت النيجاتيف دي، لان هي واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف وهكذا. دي بقى ليها طريقه للعلاج حسب بقى الشكل اللي عندك. يبقى احنا الاول كده نبدا نهندل ده ونظبطه ونكتبه حلو. اقول له كده 1 اوفر ان بلس 2. طب اعالج الاشاره دي ازاي؟ نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. اول حاجه هتخلي ال1 ده نيجاتيف 1، بس كده ما عالجتش المشكله، لان كده هيطلع كل الاشارات هتطلع كده نيجاتيف. عايز بقى نخليها تتذبذب كده، alternating بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. اعمل له بقى باور، اعمل له باور ان. يبقى انا بعالج الالترنيتنج سيكونس بهذه الطريقه، بحيث ان انا عارف ان النيجاتيف 1 لما بعمله باور اود 30 بيبقى نيجاتيف. يعني هنا لو انا عايز اجيب الفيرست تيرم اعمل نيجاتيف 1 باور 1، فكده هيديك نيجاتيف. طب لو عايز اجيب السكند تيرم هعمل نيجاتيف 1 باور 2، فهيبقى ده بوزيتيف. طب عايز اجيب الثيرد تيرم لحد التالت، فهعمل ده باور 3، نيجاتيف 1 باور 3 هيبقى نيجاتيف 1، فهيخليه لي نيجاتيف. يبقى اللي بتعالج الاشاره بتاعت الالترنيتنج سيكونس ان انا اعمل نيجاتيف 1 باور واشوف كده باور ان. ده لو الفيرست تيرم الحد الاولاني نيجاتيف، لان احنا لسه هناخد لو العكس بقى، لو هنا جايبه لي بدل نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، لو العكس بقى لي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، لو عكسها يعني لو نفس السيكونس بس بالعكس هنعمل فيها ايه؟ يعني لو جاب لي سيكونس كده قال لي نفس القصه هي بس ايه، اهي تي ان، قال لي ايكوال دي بدل نيجاتيف 1 اوفر 3 قال لي لا بوزيتيف 1 اوفر 3، وبعد كده نيجاتيف 1 اوفر 4، عكس الاشاره، بدل نيجاتيف بوزيتيف خلاها بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف 1 اوفر 5 نيجاتيف 1 اوفر 6. نفس القصه هي هتعتبر تجاهل النيجاتيف تماما، تجيب التي ان ايكوال فوق هنا مالكش دعوه بالنيجاتيف ده خالص، هتعتبر ان 1. هنا 3 4 5 6 هتروح حاطط هنا ان بتزيد بزياده ثابته بلس 1 بلس 1، وبعد كده تعمل ال 3 ماينس الكوفيشنت بتاع ان 3 ماينس 1 تطلع ب 2، وبعد كده اظبط بقى ابدا اعالج الاشاره اللي هي النيجاتيف دي الالترنيتنج سيكونس، اعالج اشارتها. طب تعالجها ازاي؟ هنا عندك الاولاني بوزيتيف، عشان يكون الاولاني بوزيتيف اخلي ده نيجاتيف 1،
بس مش باور ان. لو خليته باور ان هيبقى نيجاتيف، فخليه باور ان بلس 1. فلو انت عملت سبستيتيوتنج عايز تجيب الفيرست تيرم هتحط هنا 1 هتبقى 1 بلس 1 2، والنيجاتيف 1 باور 2 هيبقى بوزيتيف، فبالتالي هيطلع لك ده بوزيتيف. طب الثيرد تيرم هتحط هنا ان ب 2، 2 بلس 1 هتبقى 3، يبقى نيجاتيف 1 بقى باور او، ده هيبقى نيجاتيف ويبقى ده نيجاتيف، وخلاص كده ظبطتها. يبقى انا لو عندي هنا بيجي لي كده في الالترنيتنج سيكونس، نكتب الريمارك دي في المتسلسله المتذبذبه، سوري المتتابعه، في المتسابعه المتذبذبه، لما يجي لي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، بعالج الاشاره ازاي؟ والبوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بحط هنا نيجاتيف 1 باور ان بلس 1. طب لو جالي العكس قال لي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اند سو اون، بعالجها كده بقول له نيجاتيف 1 باور ان بس، عشان يبقى الحدود الفرديه اللي هي الباور بتاعها اود تبقى نيجاتيف. احط ان ب 1 يبقى نيجاتيف، عشان من نيجاتيف 1 باور 1 بنيجاتيف 1. والتالت لو حطينا ب 3 هنا هتبقى نيجاتيف 1 باور 3 هيبقى ده نيجاتيف. والبوزيتيف هيبقى هنا مثلا عايز اجيب السكند تيرم هتبقى ان باور 2 هيبقى بوزيتيف الباور بوزيتيف، سوري الباور ايفن هيكنسل الاشاره النيجاتيف فيطلع بوزيتيف. يبقى احنا كده عرفنا نعالج ازاي مشكله الايه الالترنيتنج سيكونس. ازاي اجيب الجنرال تيرم بتاعها واعالج مشكلتها بشكل بسيط وسهل. الحاجات دي هتلاقي 90% او اكتر مش بيقولها، فاحنا ايه بنقولها عشان الناس ايه تعرف تجيب الجنرال تيرم بسهوله، ما تعقدش الدنيا واشتغل بطريقه الكتاب بطريقه صعبه وعقيمه جدا. ما بيقولهاش غير مثلا 10 15% من الناس. هنا جايب لي سيكونس ممكن اتعرضنا ليها وعايز الجنرال تيرم بتاعها 1 3 5 7، فانا هبدا اكتب الجنرال تيرم تي ان ايكوال، هنا بتنكريز ده باي 2 بتزيد ب 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2، انا هكتب هنا على طول ان، وهنا بلس 2 بتزيد ب 2 يبقى 2 ان. طب عايز اجيب الابسولوت تيرم لحد المطلق هعمل 1 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1، يبقى تي ان ايكوال 2 ان ماينس 1. هنا عندي 2 6 18 دي بتزيد بتايمز، خدناها قبل كده دي تايمز 3، بقول له التي ان بتاعك اقول له 3 باور ان اللي بتزيد بتايمز بعملها ايه اكسبوننشال فورم بصيغه اسيه 3 باور ان تايمز، اجيب الابسولوت تيرم ازاي؟ اعمل ده ديفايد ده 2 اوفر 3 يبقى تايمز 2 اوفر. ممكن تسيبها بالشكل ده مفيش مشكله، وممكن تعدلها. فانا اعدلها ازاي؟ هنا 3 باور ان فوق وتحت هنا 3 باور 1، فانا بقى كاني بعمل ديفايد ده ديفايد ده، هتبقى 3 باور اعمل دول ماينس الباور يبقى ان ماينس 1، يبقى 3 باور ان ماينس 1 تايمز ال 2 اللي اتبقت هنا. الشكل ده جالك مظبوط، الشكل ده جالك مظبوط، الاثنين صح مفيش فيهم اي مشاكل. قولي 1 اوفر 2 1 اوفر 4 1 اوفر 6 1 اوفر 8 دي لسه حلينها مش هنكررها تاني. هنا بيقول لي 4 16 64، هنا بتزيد بتايمز 4، فاقول له التي ان بتاعي اقول له 4 باور ان. طب وهنا الابسولوت تيرم الحد المطلق 4 اوفر 4 ما فيش، يبقى هنا الجنرال تيرم او الحد العام بتاعي 4 باور ان. اللي بعدها هنا بيقول لي نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 3 4، احنا دي alternating sequence وريتك تتعامل معاها ازاي، فمفيش داعي ان احنا نعيدها. هنا جايب لي 1 نيجاتيف 2 برضو دي alternating ووريتك تتعامل معاها ازاي. هنا بقى دي سبيشال كيس حاله خاصه 1 4 9 16 25 36، لو انت لماح دي بقى ليها رول او قاعده خاصه فيه. ده كده 1 باور 2، وهنا ال 4 2 باور 2، ودي 3 باور 2، فبالتالي الجنرال تيرم بتاعها اقول له ده ان باور 2. فدي كده اعرف شكلها عشان اتعامل معاها. احيانا بقى هو بيتلاعب بدي، عارف انك عارف الباترن او النمط ده بيتلاعب بيها، بيجيبها لك بس ايه بيشيل لك منها ترم او اتنين، بيجيبها لك بهذا الشكل، بيجيبها لك بهذا الشكل، يقول لك تي ان ايكوال، بدل ما يبدا ب 1 ب 4 يقول لك لا ابدا ب 9، يبقى 9 16 25 36 وسو اون بقى. فانت بتجيب الجنرال تيرم ازاي اللي هو التي ان بتاعك؟ انت عارف السيكونس اساسا، انت عارفها وايه وموجوده عندك في الميموري اللي هي 1 4 9 اند سو اون. فانت بتعمل هو كنسل كام ترم؟ كنسل ترمين. اروح انا عاملها كده اقول له كده بدل ان باور 2 لا هقول له ان بلس 2 كنسلت ترمين يبقى ان بلس 2 باور 2 بس كده. يبقى انت شوف كنسلت كام ترم بتحطه هنا ايه، يبقى ابسولوت ترم مع الان، يبقى ان بلس 2 باور 2 ده كده الجنرال ترم بتاعها. ننتقل اللي بعدها بتقول لي 1 8 27 دي برضو سبيشال كيس حاله خاصه، ده 1 باور 3 وده 2 باور 3 وده 3 باور 3، فالجنرال ترم بتاعها حاله خاصه اقول له التي ان بتاعها ايكوال ان باور 3.
هنا بيقول لي 5 3 1 نيجاتيف 1 دي بالديكريز دي بتنقص ب 2 يبقى ماينس 2 ماينس 2. فانت هتكتبها الجنرال تيرم بتاعها اقول له تي ان ايكوال نيجاتيف 2 ان زي ما قلنا لان هي بتبقى لينير اللي بتزيد بزياده ثابته او بتنقص بمقدار ثابت بتبقى لينير خطيه. الجنرال تيرم بتاعها بيبقى لينير ايكويشن بيبقى معادله خطيه. فانا هكتب ان واعمل ايه اشوف بماينس 2 يبقى احطها كوفيشنت للان. طب عايز اجيب الابسولوت تيرم الحد المطلق هعمل 5 ماينس نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 7 يبقى نيجاتيف 2 ان بلس 7. عايز اتاكد واجرب عايز اجيب مثلا الثيرد تيرم الحد الثالث احط هنا ان ب 3 يبقى نيجاتيف 2 تايمز 3 نيجاتيف 6 بلس 7 تطلع ب 1 يبقى انا ماشي في السليم. يبقى الجنرال تيرم او الحد العام بتاعها هيبقى نيجاتيف 2 ان بلس 7. هنا 1 اوفر 3 1 اوفر 9 اظن تعرضنا لدي ولدي حليناهم فمفيش داعي للتكرار. هنا طبعا جايب لي شويه سيكونس وهو بيحاول يبصمجهم لك يعني يعلمهم لك بطريقه تحفيظ فده ما ينفعش طبعا. احنا اتعلمنا الرول او القاعده. هنا مثلا 4 5 6 عايز اجيب الجنرال تيرم بتاعها هقول له تي ان ايكوال هحط ان عشان هنا انكريز ده باي 1 بتزيد بواحد. طب عايز اجيب الابسولوت تيرم الحد المطلق هعمل 4 ماينس الكوفيشنت بتاع ان اللي هو 1 هقول له 4 ماينس 1 تبقى هنا ب 3 يبقى دي ان بلس 3. هنا 10 12 14 فانا برضه هجيب الجنرال تيرم تي ان ايكوال. كان بيحاول هو يبصمجهم فوق للاسف بس البصمجه هنا ما تنفعش لو تلعب بيك في ترم او في حد مش هتعرف تحل. يبقى احط هنا ان الكوفيشنت هنا احنا بنزود بلس 2 بلس 2 بلس 2 يبقى هنا هحط 2 ان. عايز اجيب الابسولوت تيرم الحد المطلق هعمل 10 ماينس 2 هنا بلس 8. عايز اجيب الجنرال تيرم تي ان هنا ايكوال يلا 11 13 15 يبقى بلس 2 بلس 2 فهنا هحط هنا ان. طب بلس 2 يبقى هنا 2 ان. طب عايز اجيب الابسولوت تيرم اعمل 11 ماينس 2 هنا بلس 9 كده جبت الجنرال تيرم بمنتهى السهوله. 9 16 25 36 اللي انا قلت لك عليها دي اصلها كانت 1 4 9 25 36 فهو كنسل ده وده. احنا عارفين ان الرول بتاعت دي السيكونس دي تي ان بتاعها عباره عن ان باور 2 فلو هو كنسل ترمين منها 2 ترم يبقى انا اقول له دي كده ان بلس 2 باور 2 يبقى ده كده الجنرال ترم بتاعها بعد ما كنسلت منها ترمين. كنسلت كام ترم هنا تحط هنا 2 يبقى ان بلس 2 باور 2. هنا بيقول لي write down the first 5 term of the sequence tn. عايز يكتب اول 5 حدود. فانا هنا بيقول لي t1 ب 5 والتي ان بلس 1 ب 3 ان وهنا ان greater than ال 1 ان اكبر من 1. فاحنا عايزين نكتب الجنرال ترم. يبقى اول واحده اقول السوليوشن بتاعها solution. هنا دي الرول دي او القاعده دي هي اللي بجيب منها الايه السيكونس بتاعتي. انت طبعا عارف ان الان ده انتجر عدد صحيح فهو قايل لك بينبهك بيقول لك ان جريتر ذان اور ايكوال 1 فانت هتقول له كده بوت اكس بوت ان ايكوال 1 يبقى تحط ان ب 1 تعمل له سبستيتيوتنج اقعد بيها هنا اهو. فهنا بدل ما اقول له 2 ان بلس 1 لا هقول له سوري بدل ما اقول له تي ان بلس 1 هقول له تي 1 بلس 1 هحط ان ب 1 ايكوال 3 تي هنا ان يبقى اقول له حط 1 تي 1 بلس 1 يعني كاني بقول له تي 2 3 تي 1 يعني 3 تايمز الترم او الفيرست ترم الحد الاولاني مديهولك الراجل ب 5 يبقى 3 تايمز 5 تبقى ايكوال 15. طب بعد لما بوت ان كده خلاص جبت الفيرست ترم الحد الاول فاقول له بوت ان ايكوال 2 عشان اجيب السكند ترم الحد التاني هحط هنا 2 فبدل ما دي تبقى n بلس 1 هتبقى 2 بلس 1 يعني هتبقى t 3 على طول ايكوال 3 2 هحط هنا انا قلت ال n ب 2 يبقى 3 t 2 بدل n هحط 2 بس 3 t 2 يعني ايه 3 2 يعني ايه 3 t 2 يعني 3 تايمز الترم التاني اللي هو 15 يبقى 3 تايمز 15 تبقى 45. طب انا عايز اجيب t الحد اللي بعده هقول له بوت n ايكوال 3 هحط n ب 3 خلينا بقى نشتغل هنا يبقى اقول له بوت n ايكوال 3 حط لي n ب 3 هنا اهو يبقى بدل هنا n بلس 1 هتبقى 3 بلس 1 يعني t 4 ايكوال 3 تي ان يعني 3 انا عايز هنا n ب 3 يبقى 3 تي 3 يبقى اقول له t 4 ايكوال 3 تي 3 الترم التالت انا لسه جايبه دلوقتي اهو اللي هو 45 يبقى 3 تايمز 45 تطلع 135 يبقى كده السيكونس بتاعتي ملامحها بدأت تظهر اهي اقول له تي ان اهي السيكونس بتاعتي ملامحها بدأت تظهر. اول ترم عندي انا جبته هو مديهولك ب 5 الترم اللي بعده جبته ب 15 الترم اللي بعده 45 وهكذا 135. لو انت عندك ملاحظه هتلاقيه كانه بيعمل تايمز 3 تايمز 3 يبقى انا بقى ما اكملش بقى في الايه في السبستيتيوتنج واكمل انا من نفسي. وممكن انت تقول له بوت ان ايكوال 4 بوت ان ايكوال 5 وتجيب الترمين اللي ناقصين هتعمل تايمز 3 هنا اهوت تبقى 405 على ما اعتقد 405 احسبها بالكالك تطلع 405 405
يبقى انا كده جبت الفيرست 5 تيرمز، جبت اول 5 حدود. يبقى اقول له 5 15 45 135 و405. بعد كده المسألة اللي بعدها بيقول لي t n plus 2 equal t n plus 1 plus t n where ال n greater than or equal 1. هو بينبهك عليها وهي معلومة المفروض معروفة، عارف ان ال n ده اوردر، ده ترتيب، فبيبقى بوزيتيف انتجر، بيبقى z بوزيتيف، يعني بيبقى greater than or equal 1. نبدأ بقى نحل. هنا بيقول لي يلا نعمل substituting زي ما احنا عملنا. يبقى هقول له بوت n equal 1، يبقى دي كده السوليوشن بتاعها بوت n equal 1. بدل بقى اقول له t n plus 2 هقول له t 1 plus 2 يعني t 3 على طول equal t n plus 1. هحط n ب 1 يبقى 1 plus 1 يبقى t 2 plus t n هنا اهوت يعني t 1 لان n ب 1. يبقى t 3 بيساوي t 2 plus t 1. هو مديني هنا t 1 ب 3 وال t 2 ب 7، يعني كاني بقول له 7 plus 3 equal 10. يبقى انا كده جبت t 3. طب عايز اجيب الت اللي بعده هقول له put n equal 2. فانا كده هجيب t 4. يلا بينا t 4 equal، تعمل substituting هنا t 4 لان انا عملت substituting هنا ب 2، بقت ال n ب 2 يبقى 2 باور 2 plus 2 يبقى هنا t 4. انا جبت t 4، جبت الحد الرابع منين؟ ان انا عملت n ب 2، 2 plus 2 يبقى كده t 4 equal t n اللي هي n عندي ب 2، 2 plus 1 يبقى t 3 plus t 2 لان هنا هحط ال n ب 2. يلا بينا نجيبه ال t 4. ال t 3 الحد التالت انا لسه جايبه دلوقتي ب 10 اهو. t 2 هو مديهوني الراجل ب 7، يبقى 10 plus 7 equal 17. اشغل بقى دماغي شويه كده واكتب السيكونس بتاعتي. يبقى تي ان السيكونس بتاعتي اكتب اول فيرست 5 ترم، اول 5 حدود. يبقى الفيرست 5 ترمز ممكن تكتبهم كده من غير ما تكتب السيكونس. اقول له الفيرست 5 ترمز اول 5 حدود بتوعي. هو مديني اول 2، مديني تي 1 ب 3 و7، اللي بعدهم زي ما انت شايف واضح ب 10 و 17. لو انت عندك ملاحظه هتلاقي ان ال 10 دي جت من 3 بلس 7 و7 بلس 10 ايه اداك 17. فاللي جاي على طول اقول له 10 بلس 17 تطلع 27، وبعد كده اعمل 17 بلس 27 اجيب الترم اللي جاي. انا عايز 1 2 3 4، هو عايز 5 بس، فخلاص تكتفي بذلك القدر، مش محتاج تاني. وبعدين انت ممكن تشغل دماغك شويه. انت شايف ان الترم بجيبه ازاي؟ تي 3 جبته تي 2 بلس تي 1، يعني انا عشان اجيب الثيرد ترم لحد التالت عملت الترمين اللي قبل منه بلس. فانا شغلت دماغي هنا، عرفت ان هو بيعمل التو ترم اللي هو تي 1 وتي 2 عشان اجيب تي 3 واعملهم بلس. ونفس الكلام هنا عشان اجيب تي 4 بجيب الايه التي 2 والتي 3 بعملهم بلس، بجيب الترم اللي بعدهم اللي هو تي 4. فنفذت بهذه الطريقه. يبقى قلت 3 بلس 7 equal 10 و10 بلس 7 equal 27 وهكذا. لو انت عايز تجيب كمان هتقول له 17 بلس 27 وتجيب تاني، لكن هو عايز 5 ترمز بس، عايز 5 حدود. ننتقل للسؤال اللي بعده. يقول لي تي ان equal negative 1 باور n minus 1 over 2n plus 3. فبرضه نفس الكلام هقول له بوت n. يبقى انا السوليوشن بتاع ده حط n ب 1، يبقى اقول له تي 1 equal، اقول له نيجاتيف 1 باور بدل n يبقى 1 minus 1 over 2 times 1 plus 3. فانا بجيب التي 1 الحد الاول نيجاتيف 1 باور 1 minus 1 يعني هتبقى باور 0 يعني 1، وتحت هنا 2 times n يعني 2 times 1 plus 3 تبقى 1 over 5. تعال نجيب تي 2. يبقى اقول له نيجاتيف 1 باور 2 minus 1 over 2 times 2 plus 3. نيجاتيف 1 باور 2 minus 1 يعني نيجاتيف 1 باور 1 تطلع نيجاتيف 1، وتحت هنا 2 times 2 4 plus 3 يبقى 7، يبقى نيجاتيف 1 over 7. اللي بعده تي 3 نفس القصة، يبقى نيجاتيف 1 باور بدل ان هحط باور 3 minus 1، وتحت هنا 2 times 3 plus 3. هعمل substituting ال n ب 3. نيجاتيف 3 minus 1 ب 2 يبقى نيجاتيف 1 باور 2 يبقى بوزيتيف 1 عشان الباور اللي بنشيل النيجاتيف، و 2 times 3 ب 6 plus 3 9. يبقى انا عندي 1 over 5 نيجاتيف 1 over 7 بوزيتيف 1 over 9. فانا طالما شفت دوت نيجاتيف 1 باور ان او باور ان بلس 1 او باور ان minus 1 عارف ان هي هتطلع alternating، هتطلع متذبذبه، واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف. فكده السيكونس الفيرست 5 ترم اول 5 حدود يبقى فيرست 5 ترمز. يعني اول واحد 1 over 5، اللي بعد منه نيجاتيف 1 over 7، اللي بعد منه 1 over 9. وممكن تجيب انت تكمل تاني لان اغلب الاسئله تشوز، فانت مجرد ما جبت ترمين او 3 هتقدر تكمل الباقي. لو جالك بقى السي هتكمل بقى،
هتبوت ان ايكوال، انت عملت 1 وايكوال 2 ايكوال 3، هتحط ان في 4 و5 وهكذا وتعمل سبستيتيوتنج. لو مش بتحب تعمل العمليات دي بكالكوليتر وتمشي الدنيا، فهنا زي ما انا شايف 5 7 9 يبقى اللي جاي 1 اوفر 11. هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف يبقى اللي جاي ده نيجاتيف alternating، وبعد كده هنا 9 11 يبقى اللي جاي 13 يبقى 1 اوفر 13 بالبوزيتيف. كده جبت الفيرست 5 ترم، اول 5 حدود. وطبعا لو هو ايه، لو سؤال اساي كويستشن سؤال مقالي، هتعمل بقى بوت ان ايكوال 3 وان ايكوال 4 وان ايكوال 5، هتعمل سبستيتيوتنج تعوض وتكملها زي ما احنا اشتغلنا. هنا بيقول لي بقى نوتس ملاحظات كده، بيقول لي the relation tn plus 2 equal n tn plus 1 plus tn دي relation between terms of sequence meaning that each term equals the sum of two direct proceeded terms. يعني ايه proceeded؟ يعني بيقول لي كل حد بيساوي مجموع الحدين السابقين. يعني proceeded term دي يعني الحدين السابقين اللي قبله، زي السيكونس اللي احنا اشتغلنا فيها اللي هي اول واحده دي، اللي هي سوري نمبر 2 رقم 2، اللي هي السيكونس بتاعتي. عايز اجيب الترم بعمل بلس للتو ترم اللي هما الايه، البروسيدز ترم اللي هي الحدود السابقه. بيقول لي if the sign of each element، لو اشاره كل حد بيقول لي كده differs from the sign to the next term، بتختلف عن اشاره الحد اللي بعده، دي بتبقى ايه، احنا قلنا alternating sequence اللي هي بتبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف او العكس، او نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، زي دي كده alternating sequence. هنا بيقول لي some sequence don't have a defined rule، في بعض السيكونس او المتتابعات ملهاش قاعده ثابته، زي هنا الايه السيكونس بتاعت الايه البرايم نمبر الاعداد الاوليه اللي هي ليها 2 فاكتورز بس عاملين. لو قلت لك هات لي 2 بالتايمز هتقول لي دي 2 تايمز 1، وانت خدتها في جونيور 4 المعلومه، فكده ليها 2 فاكتور عاملين، فاللي ليه 2 فاكتورز ده برايم نمبر، وال3 كذلك، وال5 7 واللي جاي 11 اللي بعده 13. دي سيكونس ملهاش ايه، ملهاش قاعده ثابته، ملهاش ايه جنرال، ما تعرفش تجيب الجنرال تيرم بتاعها، ما تعرفش تجيب الحد العام بتاعها، لان هي بتزيد وبتنقص او سوري بتزيد بشكل مش متناسق، يعني مش شكل ثابت، يعني ما اقدرش اطلع منها برول او بقاعده. هنا بيقول لي ان ريتش، بيقول لي ان السيكونس دي مشهوره اللي هي 1 1 2 3 5 8 13، كانت بتجي لك زمان في الاسئله الباترن اسمها فيبوناتشي سيكونس، اللي هي متسلسله فيبوناتشي. بيقول لي each term of it is the sum of two terms preceding directly، يعني بيقول لي كل حد منها بيساوي مجموع الحدين اللي قبل منه. and the rule defined as a follow، هو عمل لك هنا ايه الرول بس بشكل تاني، مش بشكل الجنرال تيرم، عشان هو مش يعني صعب، ممكن يكون ليها جنرال تيرم بس مش مقرر عليك، لكن هو جابها لك بشكل اسهل، ان جاب لك رول او قاعده هنا عن طريق التيرمز. عايز تجيب التيرم اللي هو تي ان بلس 2، هتعمل بلس للتو preceding تيرم الحدين السابقين، ومديك شرط هنا قال لك ان تي 1 ايكوال تي 2 ايكوال 1. فهنا زي ما انت شايف لو عايز مثلا تجيب تي 3 الحد التالت، فهتعمل هنا هتحط الان ب 1، يبقى 1 بلس 2 3 هيبقى عباره عن تي 1 بلس تي 2. اهي لان انا هحط الان ب 1 هنا وب 1 هنا، فبقت 1 بلس 1 هنا 2، وحطيت هنا ان ب 1 يبقى ده تي 3 الحد التالت. تي 1 وتي 2 لو مثلا تي 1 ده ب 1 وده ب 1 يبقى التي 3 ب 2، هتبقى كده 1 1 2. اكمل انا بقى بنفس الايه الطريقه، هعمل 1 بلس 2 يبقى هنا 3، و2 بلس 3 يبقى هنا 5، و3 بلس 5 هنا 8، و5 بلس 8 equals 13 and so on وهكذا. عرفت كده الرول ماشيه ازاي، اشتغل بيها. هنا بقى ناخد الانكريزنج والديكريزنج والكونستانت سيكونس، اللي هي المتتابعات المتزايده والمتناقصه والثابته. بيقول لي فور اتش ان جريتر ذان اور ايكوال 1، احنا عارفين كده كده اوتوماتيك ان الدومين بتاعي زد بوزيتيف، يعني كده عارف ان انا الان عندي ايه بوزيتيف انتجر، عدد صحيح موجب، لان ده اوردر ترتيب ومفيش ترتيب عندي بالنيجاتيف. بيقول لي sequence tn is called increasing if tn plus 1 greater than tn، يعني لو الحد التالي اكبر من الحد اللي قبله، يعني مثلا عندي 2 4 6 8 10، زي ما انت شايف دي بتزيد، بعمل بلس 2 بلس 2 بتزود 2 كل مره، بلس 2 بلس 2 بلس 2، فدي كده اسمها increasing sequence. يعني tn plus 2 اللي هو الحد التالي اللي هو النكست تيرم بيبقى greater than tn اللي هو الحد اللاحق اللي هو اللاست تيرم. فلو ما دخلت ده بالماينس جوه هتبقى تي ان بلس 1 ماينس تي ان جريتر ذان 0، يبقى لو عملت تي ان بلس 1 ماينس تي ان هتبقى جريتر ذان، هتبقى اكبر من الزيرو. يعني بالبلدي كده لو عملت هنا ال 4 ماينس 2 هتبقى اديك 2، ده بوزيتيف 2 اكبر من الزيرو. 6 ماينس 4 هيديك بوزيتيف 2، فلو عملت النكست تيرم ماينس اللاست تيرم السابق ناقص اللاحق هيطلع بوزيتيف،
يبقى دي كده increasing بتزيد. طب السيكونس التانية اللي هي الديكريزنج سيكونس اللي بتنقص، نعمل واحدة كده ونشتغل عليها. يعني مثلا عندي هنا مثلا ايه 17 15 13 and so on، دي decrease، دي بتنقص ب 2 minus 2 minus 2 minus 2. فكده التي ان بلس 1 بيبقى اقل من less than التي ان. انت شايف هنا ال 15 اقل من 17، فلو ماينستهم من بعض دخلت دي بالماينس هتبقى تي ان بلس 1 ماينس التي ان هتبقى less than اقل من 0. جرب كده هتبقى 15 ماينس 17 هنا تطلع نيجاتيف 2، طبعا اقل من الزيرو. فدي كده بتبقى decreasing، بعرف ان هي بتنقص. طب والكونستانت سيكونس الحاجه الحاله الثالثه بقى الكونست ثابته، يبقى مثلا يقول لك التي ان بتاعك مثلا 5 5 5 5 5 رقم ثابت ما بيتغيرش، فدي كده اسمها كونستانت سيكونس. لو عملت ماينس للترمين دول ماينس بعض هيطلع زيرو. يبقى لو عملت تي ان بلس 1 ماينس التي ان هيطلع زيرو، لان هما بيبقوا ايكوال ترم، حدود متساويه. يعني التي ان بلس 1 بيبقى ايكوال بيساوي التي ان، كل ترم بيساوي اللي قبله وهكذا. ودي اسمها كونستانت سيكونس او متتابعه ثابته. الجنرال ترم بتاعها بيبقى نفس الايه الفاليو القيمه بتاعت اي ترم منهم، اللي هي تي ان ايكوال الجنرال ترم بتاعها بيبقى 5. هنا بيقول لي show which of the following sequence tn is increasing decreasing or otherwise. يبقى هو الراجل عايز يعرف دي increasing بتزيد ولا بتقل ولا شيء اخر. فهنشتغل هنا في السيكونس اللي هي الاولانيه. اول سيكونس بيقول لي tn equals 3n minus 2. انا ممكن اخليك تعرفها لو جالك السؤال تشوز من غير كل بقى ايه الفيلم الصعب اللي هو بيتعامل بيه ده. انك تعمل ايه؟ ابدا دي عندي طالما 3n-1 دي لينير خطيه، فكده معناها ان هي انكريزنج سيكونس. عرفت منين؟ الكوفيشنت بتاع ان المعامل الان هنا بوزيتيف مش نيجاتيف، فدي انكريزنج سيكونس. دي كده متتابعه متزايده. طب ممكن في طريقه تانية للمعرفه؟ دي الطريقه الاولى، ان انا لقيتها دي لينير، علاقه خطيه، لينير ريليشن، علاقه خطيه، فهنا الان الكوفيشنت بتاعها بوزيتيف، يبقى دي انكريزنج بتزيد على طول. طب الطريقه الثانيه السكند واي، ده لو انت جالك السؤال تشوز يعني عايز تنجزه بسرعه، انك تعمل سبستيتيوتنج على الان ب 1 وب 2 وب 3 وب 4، لان انا عارف ان الان دي بيلونج تو اي زد بوزيتيف، يعني الان ده عدد صحيح موجب زد بوزيتيف. هتقول له بوت ان ايكوال 1، هتقول له 3، تشيل بقى في العلاقه بتاعتك، هتقول له انا عايز اجيب تي 1 لحد الاولاني، يبقى له 3 تايمز 1 ماينس 2، اعمل سبستيتيوتنج تعويض في العلاقه اللي هي دي او دي، يبقى 3 تايمز 1 ايكوال 3 ماينس 2 ايكوال 1، يبقى جبت تي 1. هات تي 2 يبقى 3 تايمز 2 ماينس 2، 3 تايمز 2 ايكوال 6 ماينس 2 ايكوال 4. طب عايز اجيب تي 3، 3 تايمز 3 ماينس 2، 3 تايمز 3 ايكوال 9 ماينس 2 ب 7، يبقى انا عرفت السيكونس بتاعي ماشيه كده 1 4 7. طب دي بتزيد ولا بتقل؟ دي انكريزنج بتزيد ب 3، يبقى دي increasing sequence. بس كده يبقى انا اقول له كده دي increasing sequence، دي متتابعه متزايده. فخلاص انا ممكن احل كده ان انا اشوف الكوفيشنت بتاع n، او احل كده ان انا اعمل، وممكن انا لو جالي بقى لايه ان السؤال السي ممكن اشتغل بالطريقه الثانيه. الطريقه الاولانيه دي لو جالي السؤال تشوز انجزها على طول، اشوف الكوفيشنت بتاع n لقيته بوزيتيف يبقى دي increasing بتزيد. ده في حاله لو هي ايه لينير خطيه، خطيه يعني ال n باور 1. طريقه بقى الكتاب طريقه عقيمه شويتين، طريقه صعبه. فبيعمل ايه؟ هو مديك رول بيقول لك ان في هذه الحاله لو هي increasing او بتجيب تي ان بلس 1 وبعد كده بتجيب تي ان. طبعا مش بتعمل سبستيتيوت بارقام، لا بتعمل سبستيتيوت بالايه بالان بلس 1 هنا في الرول في القاعده. فبدل ما بتقول له 3 ان ماينس 2 بتقول له 3 بدل ان بتحط ان بلس 1 ماينس 2، لان انت بتجيب الترم اللي هو الاوردر بتاعه الترتيب بتاعه ان بلس 1، وتعمل بقى هنا تايمز 3 تايمز ان ب 3 ان، و3 تايمز 1 ايكوال 3، وطبعا ماينس ال 2 تنزل كده بقت 3 ان بلس 1، كده جبت التي ان بلس 1. وبعد كده اجيب تي ان. التي ان بجيبه ازاي؟ هتعمل سبستيتيوتنج ويز ان، هتعوض بان، فان هنا مش هتفضل زي ما هي 3 ان ماينس 2 لانك هتشيل ان تحط ان، فهي بعد كده تعمل دول ماينس لان احنا واخدين اللي هي انكريزنج بتزيد، يبقى التي ان بلس 1 هيبقى جريتر ذان التي ان. يعني لو ماينستهم من بعض يعني تي ان بلس 1 هتبقى ماينس التي ان، هتطلع جريتر ذان الزيرو، اكبر من الصفر. فنعمل بقى تي ان بلس 1 ماينس تي ان، هتبقى تقول له تي ان بلس 1 ماينس تي ان،
هتقول له 3n بلس 3 ماينس تغير اشاره بقى الاثنين دول، هتبقى نيجاتيف 3n بوزيتيف 2. كنسل 3n مع 3n بقى 3 ماينس 2 يعني 1، طلعت ده ايه اكبر من 0 يبقى تمام، يبقى دي انكريزنج سيكونس، يبقى دي متتابعه متزايده. دي طريقه ايه غلسه شويه، لكن اسهلهم الطريقه اللي هي الايه اللي فيها ستيبس برضه في نفس الوقت مش صعبه، ان انا اقول له put n equal 1 put n equal 2 put n equal 3، هتعمل substituting وتجيب السيكونس نفسها وتقول له بقى بتزيد ولا بتقل. فممكن احنا نشتغل بدي في المسائل اللي جايه كلها بدل ما نشتغل ايه الدنيا تتعقد معانا. اجي في السيكونس دي اقول له كده put n equal 1 وتجيب الفيرست تيرم، يقول له كده t1 equal يبقى 1 over 2 times هشيل n احط 1 يبقى 2 times 1 plus 1 يبقى 1 over 2 times 1 equal 2 plus 1 equal 3 يبقى 1 over 3. هات t2 يبقى 1 over 2 times هتحط ال n2 يبقى 2 times 2 plus 1 تطلع 1 over 5. طب ابدا كده اكتب هنا 1 over 3 بعد كده بقت 1 over 5 اللي جاي انا عارف انه هيبقى 1 over 7 3 5 7 زي ما انت شايف الفراكشن 1 over 3 1 over 5 1 over 7 دي ديكريز دي بتنقص، ال 1 over 3 اكبر من ال 1 over 5 وال 1 over 5 greater than ال 1 over 7 يبقى دي ديكريز دي بتنقص، يبقى دي كده decreased sequence او decreasing sequence متتابعه متناقصه. دي الاسهل طبعا لان انا اعمل ايه حل وسط بين الحل ان انا ايه اجيبه بالفهلوه وبين الحل ان انا ايه اشتغل بالطريقه العقيمه بتاعه الكتاب. يلا question 3 tn equal برضه هعمل substituting هعوض هنا نيجاتيف 1 باور ان لو انا راجل لماح بقى النيجاتيف 1 باور ان دي بلس 2 وهنا اوفر الان هبدا احط كده ابوت الان ب 1 حط هنا ان ب 1 هتبقى نيجاتيف 1 باور 1 اوفر 1 بلس 2 نيجاتيف 1 باور 1 تبقى نيجاتيف 1 اوفر 1 يبقى نيجاتيف 1 بلس 2 تطلع 1. طب بوت ان equal to هتبقى نيجاتيف 1 باور 2 اوفر 2 بلس 2 نيجاتيف 1 باور 2 ببوزيتيف 1 اوفر 2 يبقى 1 اوفر 2 بلس 2 تبقى 2 اند 1 هي في 2 ونص. طب يلا بوت ان equal 3 يبقى له نيجاتيف 1 باور 3 اوفر 3 بلس 2 نيجاتيف 1 باور 3 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 بلس 2 نيجاتيف 1 اوفر 3 بلس 2 ده كان بقول له 2 ماينس 1 اوفر 3 تطلع 1 اند 2 اوفر 3. طب هات n equal 4 يبقى نقول له كده put n equal 4 يبقى السيكونس الترم بتاعي الفورس ترم او الحد الرابع هيبقى بهذا الشكل، هيبقى نيجاتيف 1 باور 4 اوفر 4 بلس 2 نيجاتيف 1 باور 4 هيبقى بوزيتيف 1 اوفر 4 يبقى 1 اوفر 4 و2 يبقى 2 اند 1 اوفر 4. شايف انت هنا زادت وبعد كده نقصت وبعد كده زادت تاني. طب هات كده put n equal 5 شوف نفسك يبقى له نيجاتيف 1 باور 5 اوفر 5 بلس 2 نيجاتيف 1 باور 5 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 5 تبقى نيجاتيف 1 اوفر 5 بلس 2 يعني هتبقى 2 ماينس 1 اوفر 5 تطلع 1 اند 4 اوفر 5 زي ما انت شايف بتزيد تقل تزيد تقل. دي كده اسمها دي كده otherwise هتبقى شيء اخر، يبقى اقول له دي كده otherwise شيء اخر لان هي لا ايه مش decreasing ولا increasing هي شيء اخر. لو انا بقى شغلت دماغي هشوف هنا هلاقي نيجاتيف 1 باور ان اوفر ان يبقى الجزء ده كده الجزء ده في السيكونس بتاعها هيبقى ايه هيبقى alternate هيتذبذب هيبقى مره بوزيتيف ومره نيجاتيف ومره بوزيتيف فطبعا معاه بلس 2 هتعدله هتخليه مره يزيد ومره يقل هو مش هيبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف الجزء بلس 2 دوت هيخليه مره انكريزنج ومره ديك مره جزء هتلاقيه بينكريز جزء بيزيد وجزء بيقل فتبقى دي طبعا ايه اذروايز شيء اخر يعني لا هتبقى ثابته بتزيد ولا ثابته بتقل. ده لو انت بالفهلوه عايز تحلها تشوز. تي ان ايكوال 5 دي طبعا كونستانت ثابته يبقى دي لا انكريز هو بيقول لي حدد ان هي انكريزنج او ديكريزنج او اذروايز او شيء اخر فانا اقول له دي اذروايز دي شيء اخر لا بتزيد ولا بتقل otherwise غير ذلك.
هنا بيقول لي the constant sequence is a sequence whose all terms are equal، اللي هي المتتابعة اللي حدودها كلها متساوية زي ما احنا شفنا كده. بيقول لي it's a general term is formed from tn equal ايه، بتساوي اي ترم من ايه من الترمات اللي عندك. يعني مثلا السيكونس هنا 555 فالتي ان هنا يبقى ايه؟ يبقى 5، وكذلك التي ان هنا يبقى نيجاتيف 2. دي constant sequence متتابعة ثابتة. بيقول لي هنا question اخر بقى سؤال عشان نخلص درسنا. بيقول لي طبعا انت حطينا كده نقول 50 60% من الافكار، محتاج بقى تخش ترجع للاكسرسايز، ولو تيسر وقت ان شاء الله نحل لك الاكسرسايز ونرفعها لك. بيقول لي find the general term of the sequence 9 13 17. دي زياده ثابته زي ما احنا قلنا. 9 بقت 13 plus 4 plus 4 plus 4. يبقى اقول له كده عرفت ان التي ان هنا عندي دي لينير علاقه خطيه ان، وهنا بنعمل بلس 4 يبقى اقول له 4 ان. طب عايز اجيب الابسولوت ترم الحد المطلق، هنا هنعمل 9 ماينس 4 تبقى هنا بلس 5. اسهل طريقه تجيبي بيها الجنرال ترم. هتلاقي الطرق الثانيه عقيمه اللي بيديها لك بقى المدرس في السنتر ولا اللي الكتاب بيشرح بيها طريقه صعبه جدا ومعقده. دي اسهل طريقه بجيب بيها الجنرال ترم بسرعه. يقول لي عايزك تجيب لي تي 7 وتي 10، يبقى اقول له تي 7 ايكوال 4 تايمز 7 بلس 5. يبقى هتعمل سبستيتيوتنج، عايز تجيب الحد السابع رقم 7 هتشيل ان تحط الداله 7، يبقى 4 تايمز 7 ب 28 بلس 5 يبقى ايكوال 33. عايز اجيب تي 10 يبقى هعمل سبستيتيوتنج على الان ب 10، يبقى 4 تايمز 10 بلس 5. 4 تايمز 10 ايكوال 40 بلس 5 يبقى 45. كده جبت الترمين اللي هو عاوزه. يقول لي if the order the order of term whose value is 65. عايز ترتيب الحد اللي هو قيمته 65. الفاليو بتاعته 65 فناخد التي ان اساويه ب 65. دايما طبيعي طالما اداك الفاليو اوف تيرم قيمه حد، ده بقى لحد اخر السنه اعطاك فاليو اوف تيرم قيمه حد معين بقيمه معينه، فانت بتساويها بالتي ان على طول اللي هي الرول بتاعته. فكده هقول له كده ان ال 4 ان بلس ال 5 ب 65. هتودي هنا بالماينس يبقى ال 4 ان ايكوال 65 ماينس 5، يبقى ال 4 ان ايكوال 65 ماينس 5 تطلع 6. تعمل ديفايد 4 هنا وهنا تبقى ال ان تطلع 15. يبقى كده اقول له التي 15 هو اللي ايكوال ال 65، هو اللي بيساوي 65. كده احنا خلصنا درس النهارده. كان معاك مستر امير موسى مدرس الماثماتكس بالاسكندريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.